بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. حبايبي اخواتي وولادي من جوه مصر وبره مصر، بمسي عليكم وحشني كتير قوي. النهارده ان شاء الله انا هعمل مشبك سوري. هو انا كان نفسي فيه بصراحه، ودورت عندي لقيت حبه دقيق اللي هو البسبوسه ده، لقيتهم حوالي ربع كيلو، هما ربع كيلو. حطيت ربع كيلو الدقيق على نص كوبايه دقيق عادي، يعني ربع كيلو دقيق بسبوسه على نص كوبايه دقيق عادي. على دي معلقه سكر، وحضرت جنبي كوبايه ميه مش هاخدها كلها. هنا معايا معلقه سمنه صغيره ومعلقتين زيت كبار. همسك بقى الدقيق اغلفه كده بالسمنه وبالزيت. طبعا احنا مش هنعمله زي اخواتنا السوريين، هم اساتذه، بس والله طلع جميل قوي. انا كان نفسي اكل حاجه حلوه، ولقيت هم دول الكميه اللي عندي. حتى حبه الشربات لقيتهم صغيرين قوي، عملت بيهم مشيت حالي بيهم والله، وطلع في منتهى الجمال، وطلع طبق حلو هتشوفوا الوقت. اغلفه بقى كله كده بالسمنه والزيت اللي حطيتها، يتغلف يبقى زي الرمله كده اهو. غلفته خالص بقى زي حبات الرمل. بقول لكم اي حاجه والله بتقضي. انا كان عندي حاجات بسيطه وعملتها، عملت طبق حلو. اغلفه حلو قوي كده اهو بصوا بقى زي حبات الرمل كده. احط بقى لسه عليه بقيه المقادير، اللي هي معلقه لبن بودر كبيره، ذره ملح صغيره قوي لا تسكر، ربع معلقه فانيليا، نص معلقه خميره صغيره. احط المكونات دي واقلب. طريقته سهله خالص، من اول مره هتعمليه ينجح معاكي. هنا بقى حطيت الميه، دي كانت كوبايه ميه، بس انا بسرع الفيديو عشان هو فيديو صغير ويعني ما يبقاش انا يعني بشرح لكم الفيديو صغير، لان في ناس بتزعل لما الفيديو بيطول. قلبته بقى حلو قوي كده. هو خد كوبايه الميه الا حاجه بسيطه على حسب الدقيق برضو. غطيته بيخمر من تلت لنص ساعه، بس عشان الجو ساقع حطيه في حته دفا. ده عندي القمع ده بتاع البلبله دي بتاعت بلحة الشام، وكيس حلواني او كيس تلاجة، اي كيس عندك يعني متشغليش نفسك، اي كيس. والبلبله اللي هي بتاعت البلحة الشام كده. بعد نص ساعه خمر بهبط كده الخميره، وهعبي بقى في الكيس. بقول لكم حبه الشربات هتشوفوهم دلوقتي مش كتار، وعملوا لي ما شاء الله، اتعمل لي طبق حلو. ما كان نفسي في حاجه حلوه والجو كان متاخر، اعمل ايه؟ صرفت نفسي باللي عندي. لو مش عايزه، يعني لو انت محتاجه الزيت تاني تقلي في اي حاجه، ما تحطيش فانيليا عادي. يبقى حطي الفانيليا بس في الشربات. لكن انا حطيت فانيليا لان انا عملت تاني يوم تاني، لان عجبتني قوي الطريقه. لقيت تكلفها بسيطه وحلوه ولذيذه يعني. كده انا بقلي. تدوري كده ايدك، ولو اتفتحت منك ما تخافيش، هي بتلم تاني. على فكره انا بقلي بايد وبصور بايد، يعني انا بقلي بايد واحده وماسكه التليفون بايدي التانية. بقولك بسيطه خالص فوق ما تتصوري. عندي بقى حبه الشربات بقولكوا صغيرين قوي، كان عندي في التلاجة، انا حاطه فيهم عود قرفه. ودي بقى التانية
بس ايه خلي يعني ايه الزيت ما يبقاش نار تبقى عالية قوي عشان ما يتشعوطش منك. يعني اول الزيت ما يسخن توطي عليه ايه يعني مش قوي، يعني سنة تخلي البوتاجاز متوسطة عشان تبقى مقرمشة بره وجوه وتستوي معاكي، ما تبقاش معجنة من جوه ومستوية من بره. ايه رأيكم؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلى والله مشبك سوري هتاكلوها تدعولي بألف هنا وشفا لكل اللي هيعملوه حبايبي. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.